قدامك دي تبقى سارة اللي بسبب مكالمة فيديو مع شخص ما تعرفوش اتسببت في قتل جوزها. هي ما كانتش عايزة تقتله، ولكن الشيطان اللي اسمه سعيد هو اللي أجبرها على كده، لأنه كان ماسك عليها فضايح توديها في 60 داهية. تعالوا نبدأ الحكاية من الأول خالص. عماد كان شاب محترم وكل الناس بتحلف بأخلاقه، علشان كده لما جه يتجوز اختار واحدة تكون مناسبة ليه، والواحدة اللي اختارها دي كانت سارة. كانت مؤدبة ومحترمة وأهلها ناس كويسين. عماد كان عنده عربية ميكروباص بيشتغل عليها والدنيا معاها ماشية. لما اتجوزوا بحكم ظروف شغله ما كانش بيعرف يقعد مع سارة كتير في البيت، وده كان مسبب لها مشاكل كتير. ولما راحت واتكلمت معاه قال لها معلش انت عارفة ظروف شغلي، ومع الوقت الأمور هتتحسن. كانت بتفضل قاعدة في البيت بال24 ساعة مش بتخرج منه. حتى أهلها اللي كانوا معاها في نفس القرية ما كانتش بتروح لهم كتير، ده لأن عماد جوزها كان بيخاف عليها. بس في مرة وهي قاعدة قالت تتعرف على حد على السوشيال ميديا عشان يعوضها عن الوقت اللي عماد جوزها سايبه، لكن من حظها الأسود إن أول شخص اتعرفت عليه كان سعيد. بدأوا يتكلموا في الشات وتعرفوا على بعض أكتر، وهي كانت مرتاحة جدا في الكلام معاه. لكن مع مرور الوقت طلب منها إنهم يتكلموا فيديو. طبعا قالت له لا مش هينفع، لكنه قال لها ايه المشكله، انت هتبقي لابسه لبس محترم عادي وكل كلامنا هيبقى باحترام. بسبب كتر الزن بتاعه اضطرت ان هي توافق وفتحت الفيديو. بداوا يتكلموا باحترام ويهزروا ويضحكوا طول اليوم ومفيش اي مشكله، وهي اتبسطت من ده جدا. لكن بعد كده بقى يطلب منها طلب غريب وقال لها البسي لبس خفيف شويه. في الاول طبعا رفضت، ولكن بعد كده وافقت. لبست لبس خفيف شويه وبداوا يتكلموا فيديو. مع مرور الوقت ما بقتش تلبس لبس خفيف وبس، لا، تقريبا كده الوضع اللي كانت بتظهر بيه كان فضيحة. بعد كده سعيد كشف وشه التاني، قال لها انا مصور كل الفيديوهات ديت ولو ما سمعتيش كلامي هفضحك. طبعا خفت من الفضيحة، اهلها وجوزها لو عرفوا حاجة زي كده هيقتلوها. الامر فضل يسوء لحد ما سعيد قال لها تجيله على شقة واحد صاحبه علشان ياخدوا راحتهم. بالفعل راحت له على هناك، خصوصا انه كان قايل لها ان صاحبه ده مش هيبقى موجود. لكنها اتفاجئت لما راحت هناك بصاحبه قاعد معاهم. سعيد بعد ما عمل اللي عمله خلى صاحبه يعتدي عليها وكمان صورها في الوضع ده. بعد كده فضل يطلب منها في فلوس. لما الفلوس اللي معاها خلصت اضطرت ان هي تبيع دهبها علشان تديله علشان يسكت. ولما ما بقاش معاها فلوس خالص قال لها ماليش دعوة اتصرفي. وكمان قال لها ان الفيديوهات بتاعتها هو بينزلها على موقع اباحي وبياخد منه فلوس كتير. وقال لها كمان ما تقلقيش، كده كده انا مغطي وشك، يعني مفيش فضيحة ولا حد هيعرف. لما قالت له ان معهاش فلوس وانها باعت كل حاجه معاها قال لها اتصرفي. ما كانتش عارفه تعمل ايه، ولكنه قال لها لسه عندك حاجه، العربيه بتاعت جوزك دي ممكن نبيعها وبفلوسها نتجوز انا وانتي. فقالت له ازاي انت مجنون، انا متجوزه. قال لها بسيطه، نخلص من جوزك وناخد العربيه ونتجوز. فضل يخطط